عايز اكلمك النهارده على كتاب الدكتور حسام بدراوي اللي بعنوان انا والميمات من التكوين الى الحلم. الكتاب ده مهم جدا، هو بيجمع بين السيره الذاتيه والذكريات الانسانيه، لكن هقول لك على واقع فيه من اخطر ما كتب الدكتور حسام بدراوي. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان تجربه السياسيه البرلمانيه بدات عام 1995 وقرر يدخل انتخابات البرلمان مستقل، واختار واحدة من أهم دوائر الانتخابات وهي دائرة قصر النيل. بيقول الدائرة دي معقدة وكان الكرسي بتاعها بيمتلكه تاريخيا ممثل للحزب الوطني، لكن سنة 95 لما قرر إن يعني يتقدم للانتخابات كان دائرة قصر النيل يعني معمول حسابها للسيد ياسين سراج الدين ممثل حزب الوفد المعارض، وده وفق صفقة سياسية لتقسيم الدوائر. ولهذا فوجئوا بأن الدكتور حسام فاز من الجولة الأولى، ولكن اللي ما كانش يتوقعه الدكتور حسام بدراوي انه راحوا للسيد حسن ابو باشا، وده حمى الدكتور حسام بدراوي وكان وزير الداخليه الاسبق، وقالوا له اللي راح له بالظبط السيد يوسف والي والدكتور اسامه الباز، وقالوا له من فضلك خلي الدكتور حسام ينسحب من الاعاده، لكن هو ما وافقش. الاغرب بقى الدكتور حسام بيقول ان السيد اللواء حبيب العدلي ابلغ السيد حسن باشا ان الدائره حسب الاتفاق هيفوز بيها ممثل الوفد، وان لابد ان الدكتور حسام ينسحب امام الاستاذ ياسين سراج الدين. الحقيقه الدكتور حسام ما وافقش وقال انا خدت انتخابات الاعاده واعلم انه مش هيفوز بيها، كان عارف انه مش هيفوز، لانه قالوا له كده مهما كانت اصوات الدكتور حسام هيخسر الانتخابات، الامر محسوب حسب تعليمات السيد الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس الاسبق. دكتور حسام بيقول ايه بقى؟ تجربه الظلم دي والتزوير ما ذهبتش من ذهنه ابدا، وحفرت في وجدانه استنفار ضد تزوير حريه المواطنين اللي ظلوا يلازموا طول حياته. قابل برضه مشكله لما بعد ما فاز سنه 2000 كان عايز يمسك رئيس لجنه التعليم، فوجئ بكمال الشاذلي، السيد كمال الشاذلي والسيد صفوت الشريف قالوا لا خليك في الصحه، رفض برضه وقال لهم لا انا مش هخش الا التعليم، وفاز بلجنه التعليم. الكتاب ده مهم جدا لازم تقراه، لان فيه وقائع هتهمك وهتفيدك، وفي نفس الوقت هتعرف كيف تدار الامور. تحياتي وبشكرك على الاستماع.